أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء بالمحاضرة الرابعة من علم الثرمودايناميك، وما زلنا مستمرين بأسئلة الحرارة وحلول أسئلة الحرارة. طبعا شباب عندنا هنا سؤال من أسئلة الفصل اللي هو سؤال 14. احنا كل موضوع ندرسه ناخذ الأسئلة اللي موجودة بأسئلة الفصل والتمارين اللي عليه والأسئلة الإثرائية والاسئله الوزاريه، علينا نجي نحلهن بآن واحد. يعني انت لما اخلص المنهج حال كل اسئله الفصل وكل التمارين وكل الاسئله الاثرائيه وكل الاسئله الوزاريه. شوف شباب، سؤال 14 يقول 4.5 غرام من حبيبات الذهب. انا قلت لك وين ما تشوف غرام قول عليها هاي كتله 4.5 غرام. 4.5 غرام من حبيبات الذهب. استاذ شلون عرفتها كتله؟ هو غرام، ما حد يقاس بالغرام عندنا، بس الكتله تجي وحده وحدها غرام. شنو هي؟ اللي هي الكتله. احسب 4.5 غرام من حبيبات الذهب امتصت 2.76 جول. 2.76 جول. هاي شنو؟ هاي كيو. شلون عرفتها هاي كيو؟ اول شيء من المعنى امتصت، يعني من اللي تمتص؟ حراره. هسه انا من ارجع اطلع برا بالشمس ايش امتص حراره او ابعث حراره. اذا تقول هاي على المعنى هاي كيو، او تقدر تكتب عليها ملاحظه وين ما اشوف وحدات جول هي مقياس للحراره، تكتب عليها من شفت جول اذا هاي مقياس للحراره. مباشره عرفتها شنو هاي حراره 276 جول عند تسخينها. فاذا علمت ان الحراره الابتدائيه، نعطيني الحراره الابتدائيه، اذا علمت ان درجه حراره الابتدائيه تي اي تساوي لنا 25. استاذ شلون عرفتها هاي درجه الحراره الابتدائيه؟ عرفتها هو قال اذا علمت ان درجه الحراره الابتدائيه التي درجه الابتدائيه تي اي 25 سيليزي التي سخنت اليها. اذا علمت احسب درجه الحراره النهائيه التي سخنت اليها. شنو المجهول؟ تي فاينل. شلون عرفت التي فاينل هو المجهول؟ شلون عرفت التي فاينل هو المجهول؟ هو قايل لي احسب درجة الحرارة النهائية التي سخنت إليها. تي فاينل هو المجهول التي سخنت إليها، علما بأن الحرارة النوعية للذهب يساوي لنا 0.13 جول على جرام في سيليزي. جول على جرام في سيليزي. شباب باور خلينا نجي نفسره، خلينا نسولفه بالعامية. أنا رحت للمختبر، تمام؟ شلت 4.5 غرام من حبيبات الذهب. رحت للمختبر وسلطت عليه حرارة، سلطت على هاي الحرارة 276 جول. تمام؟ جاي اشتغل أنا بالمختبر هسه وسلطت على الذهب 276 جول، تمام؟ وكانت درجة حرارة المختبر، درجة الحرارة مو الحرارة، درجة الحرارة المختبر 25 سيليزي. من كنت بالمختبر درجة حرارة المختبر 25 سيليزي. أنا من سلطت عليه 276 جول حرارة كانت درجة حرارة المختبر 225 سيليزي. أوكي؟ صارت عندي شغلة خابروني بالبيت أو خابروني معهد أو خابروني مدرسة، وعفت الموضوع ورحت لهم. تمام؟ أنا من عفت الموضوع رجعت ورا ساعة صفنت ويا نفسي، قلت هسه أنا هم أخسر النوب، أروح أجيب الذهب والنوب أرجع أسلط عليه حرارة وهاي الهوسة كلها. قلت لا، أنت احسب لي إياها، احسب لي درجة الحرارة النهائية بالأخير. إيش قد وصلت درجة الحرارة النهائية؟ أنت احسبها، أنت مو كيميائي، أنت احسبها. وأنا راح أنطيك معلومة واحدة، أنت تعرف إيش قد خليت من حبيبات الذهب؟ إيش قد كتلتها؟ 4.5 غرام.
وعندك حراره سلطت عليها 276 جول، وعندك حراره ابتدائيه كانت بالمختبر 25. ومنطيك معلومه الحراره النوعيه نعطيك اياها بقت شنو؟ بس درجه الحراره، درجه الحراره النهائيه. شباب احنا عندنا باوع ما نحفظ نفهم، احنا نريد نفهم ما نحفظ. احنا درجه الحراره ما عندها غير هذا القانون، دلتا تي تساوي تي اف ناقصا تي اي، مو صحيح؟ هذا القانون عندنا تمام. دلتا تي عندنا بالسؤال ناطينا اياها، قايل لنا اذا علمت ان التغير في درجه الحراره كذا، ما ناطينا اياها، لو ناطينا اياها كان انتهيت اطبق هذا عندي وهذا عندي، يبقى بس مجهول واحد واحله. اذا هذا ايش بيه؟ هذا همين مجهول، يعني الدلتا تي تساوي تي اف ايش قد؟ احنا نريدها، هو طالبها من عندي بالسؤال، بس عندي التي اي ايش قد؟ 25 هو ناطيني اياها بالسؤال. اذا انا اريد احصل على التي اف، ايش اروح اجيب بعد؟ ايش اجيب؟ ايش عندي نقص؟ بس الدلتا تي، بس هاي اروح اجيبها من غير مكان او من غير قانون، تخلص تطلع التي فاينل، تطلع انتهت. اذا هو ناطيني حراره وناطيني كتله وناطيني حراره نوعيه، اذا تغمض وتقول نستعمل قانون الصمت، كيو تساوي زيتا في ام في دلتا تي. استاذ ليش استعملنا هذا القانون؟ لان اكو حراره نوعيه بالسؤال. قلت لك انا من اكو حراره نوعيه نستعمل قانون الصمت. باوع ايش ناطيني؟ ناطيني 276 جول الحراره، 276 جول الحراره المسلطه على الذهب. مسلطه حراره على الذهب؟ اوكي سلطنا. الحراره النوعيه ناطيني اياها معلومه ايش قد؟ 0.13. اذا علمت ان الحراره النوعيه للذهب 0.13 في الكتله ايش قد؟ 4.5 غرام في منو عندنا؟ الدلتا تي. الدلتا تي هسه اقدر اجيبها من هاي لو ما اقدر؟ اقدر اجيبها من اطلعها من هاي الهوسه، وين اجي هنا اعوضها واطلع التي فاينل، خلاص انتهت. طلع من الكيمياء طب الرياضيات مباشره، لاف ودخل على الرياضيات، انتهى كيمياء. خلينا نجي نبسط، نجي نضرب هاي في هاي، نجي هنا نضرب 13 في 4.5. شباب طبعا نضرب بدون فوارز وبعدين نرجع الفوارز. 13 في 4.5 او 45، 3 في 5 و15، 5 و1 باليد، 3 في 4 12 و1 13. شو تسوي؟ نترك مرتبة اللي هي 0. 1 في هاي الهوسة، 1 في 45 يعني 45 1 في هاي الهوسة. 1 في 4 هي نفسيتها تنزل 4، 5 8 5. تمام. نجي نبسط 2 7 6 يساوي 5 8 5 في شنو؟ في الدلتا تي، هي هاي اللي مجهولة. في الدلتا تي هي هاي اللي مجهولة. نجي ما ننساش كم فارزة عندي؟ هاي وحدة، هنا مرتبة وحدة ورا الفارزة 4.5 مرتبة وحدة، وهنا مرتبتين. عند الضرب تجي مع الأسس. إذا ايش كم مرتبة عندنا بهذا الطرف؟ عندنا 3 مراتب. إذا 0.585. شباب هسه ايش عندنا؟ البعيد على اليمين على القريب، دلتا تي تساوي افتح كسر. شباب البعيد على القريب، البعيد على القريب. شباب يعني اللي ما افتهم البعيد على القريب، البعيد اللي فوق يصير والقريب اللي جوا. لحد الان اتذكر الله يذكره بالخير استاذ عدنان موجود، هو حي رزق بصف 5 ابتدائي، قال لي على شغله،
فهاي ان شاء الله تنفعكم اللي ما يعرف البعيد على القريب. شباب المضروب بالمجهول هذا مو مضروب بالمجهول، هم اثنين دا يسبحون، هذا الرقم دا يسبح وهذا الرقم دا يسبح، اثنيناتهم دا يسبحون بشاطئ. تمام؟ هذا الشاطئ مالتي رسمته، هذا مستوى سطح المي رسمته. هذا المضروب بالمجهول اكو فوقه فد وزن ثقيل، وزن ثقيل اللي هو من هو المجهول. اذا ياهو اللي يغرق من عندهم هذا لو ابو الوزن الثقيل؟ لا، ابو الوزن الثقيل هو اللي يغرق. اذا وين ينزل؟ ينزل جوا سطح الماء. تمام؟ هنا 2 7 6 البعيد على القريب، او قلنا المضروب بالمجهول ينزل جوا. هسه هنا رياضيات بعد قسمه ما بيها اشكال. الدلتا تي تساوي، بس هنا نبسط لك اياها. ممكن هنا ايش قد 3 مراتب ورا الفارزه، تشيل الفارزه واللي فوق شن صعد؟ اصفاره 1 2 3. تشوفها بمحاضره الاساسيات، هذه مبينه عندك. اني حتى هذا المثال نصا ماخذه بمحاضره الاساسيات. فهنا لما راح تجي تحذف الفارزه نضيف 3 اصفاره. اذا دلتا تي هاي لو تجي تقسمها راح تطلع لك 471.794. هاي الدلتا تي طلعناها من هاي الهوسه. وين اروح اعوضها؟ اروح اعوضها هنا. وش اطلع؟ اطلع تي فاينل، اطلع تي فاينل. شوف شباب، هنا عندي 4 دلتا تي طلعتها 471.794 يساوي التي فاينل. احنا نريدها تي فاينل، احنا نريدها ناقصا ايش قد؟ 25. ناقصا 25. باوع المعاليم بجهه والمجاهيل بجهه، المعاليم بجهه والمجاهيل بجهه. هسه هذا سالب 25 افره برا اللي يساوي شو يصير؟ يصير موجب، يصير موجب. تنقلب اشارته، اذا هو كان موجب شو يصير؟ سالب. هنا اللي هو سالب ايش راح يصير؟ راح يصير موجب. تي فاينل تساوي، خليناها وحدها برا اللي يساوي 4 7 1 بوينت ايش قد؟ 7.794 زائدا 25. خلينا نجي هنا نشوفك يا شلون راح تطلع هاي. نجي هنا نشوفك يا شلون راح تطلع. 4 7 1.794 25. شباب عيني، بالجمع والطرح نساوي المراتب. ايش كم مرتبه عندنا ورا الفارزه؟ 3. 1 2 3. الاشارات ايش بيهن هنا؟ اثنيناتن موجبه. نجمع وناخذ اشاره احدهما، يعني الاشارات متشابهه. 4 و0 4، 9 و0 9، 7 و0 7، 1 و5 6، 7 و2 9، والأربعة ماكو شي جواها تنزل. ايش كم مرتبة عندك ورا الفارزة؟ 3 مراتب. واحد يقول لي استاذ لعد بالضرب قبل شوي من طلعته 585، ليش جمعنا المراتب؟ اقول له بالضرب عند الضرب تجمع الاسس، وعند الجمع ننزل اس واحد بس اللي هو ايش كم مرتبة؟ 1 2 3 3 مراتب. شوف شباب، انا من جيت جمعت شفت ايش كم مرتبة ورا الفارزة؟ 3 مراتب، 1 2 3. ضفت لهذا العدد الصحيح 3 مراتب اللي هن 3 اصفار لا قدما ولا اخرا، بس حتى يسهل لي عملية الجمع. اذا التي فاينل ايش قد راح تطلع؟ تي فاينل تساوي ايش قد تساوي لنا؟ 4 9 6 بوينت ايش قد؟ 7 9 4، وما انسى
السيليزي، سيليزي. ما انساها لان الطلاب وين يخطئون او ينسون الوحدات. شباب الفكرة من السؤال نعطيك كل المعالم. وش طالب من عندك؟ طالب من عندك التي فاينل. احنا التي فاينل ما نقدر نطلعها الا نطلع الدلتا تي. رحت طلعت الدلتا تي من قانون الصمت، وين رحت عوضتها؟ رحت عوضتها بقانون الدلتا تي يساوي تي اف ناقصا تي اي. عوضت الدلتا تي وجمعت وطرحت، بس جمعت وطلعت التي فاينل. هاي كل ما في السؤال. سؤال مهم اقراه مرتين راح اشوفك كلش مهم وبسيط. شباب احنا بالوزاري مثل ما شفنا السنه بالوزاري انه الاسئله بدأوا يغيرون بها، بس مو مثل قبل يغيرون بها ارقام، يغيرون بها فكره. تمام؟ فكره. هسه مثلا هذا السؤال مثلا شلون يقدرون يغيرون به؟ يقدرون يغيرون به بفكره. مثلا ينطيك 276 بالكيلو جول، ينطيك الوحده، ينطيك الحراره بوحدات الكيلو جول. ممكن شو يسوي؟ ينطيك اياها بوحدات الكيلو جول، انت مجرد ما تضربها في الف ترجعها وين؟ الاصلها للجول، يلا تشتغل. شباب بالمناسبه هذا القانون قانون الصمت ما يدخل كيو اذا مو بوحدات الجول، ما يدخل اي كيو اذا مو بوحدات الجول. يعني شو تسوي لها؟ يعني لو منطيك اياها بوحدات الجول انت تروح تضربها في الف وتجي تعوض طبيعي. فهذا نشوفه ان شاء الله بالامثله الاثرائيه اللي انا نعطيك اياها. نشوفكم بالسؤال الثاني. اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء بالبارت الثاني من المحاضره الرابعه. عندنا هنا سؤال من الاسئله البسيطه جاينا يمكن بحدود 3 إلى 4 مرات بالوزاره. جاي بال 2013 و2018 و2021 و2019. يقول تغيرت درجه حراره قطعه من المغنيسيوم. احنا ما علينا بالمغنيسيوم ولا الفسفور ولا اي ماده، المهم احنا علينا بالمعطيات. من المغنيسيوم كتلتها، اول شيء نطلع المعطيات. كتلتها، هو هنا قايل لي كتله، بس هو اذا ما قال لي كتله شلون اقدر اعرفها؟ قلنا الايم نعرفها، نعطينا اياها بالاغرام، تجينا بالاغرام 10 جرام. من 25 سيليزي الى 45 سيليزي. باوع افتهم السؤال. يقول لك تغيرت درجة حرارة قطعة من المغنيسيوم. تغيرت درجة حرارة، دا يسولف لي على درجة الحرارة، وبهاي الاثناء زرق لي معلومة انه 10 غرام، انه انطاني الكتلة. من قلنا دائما تقع بعد كلمة من والى. احنا عندنا بعد كلمة من هي التي اي تساوي لنا 25. تي اي 25. التي اف ايش قد؟ دائما تقع بعد كلمة الى اللي هي 45 سيليزي. مستمرين، خلينا نشوف المعلومات. مع اكتساب حرارة، فرق بين درجة الحرارة والحرارة. مع اكتساب حرارة اللي هي كيو. كيو نعطيني اياها كمعلومة ايش قد؟ تساوي 205 جول. 205 جول. 205 جول. نعطيني الكيو 205 جول. احسب الحرارة النوعية. احسب الحرارة النوعية. اريد من عندي الحرارة النوعية. زين هسه احنا يا قانون نستعمل القانون كيو يساوي لنا زيتا في ام في دلتا تي اللي نسميه قانون الصمت. لو كيو يساوي لنا سي في دلتا تي، لا اقول لك نستعمل قانون الصمت. ليش قانون الصمت؟ كيو تساوي ايش تساوي لنا؟ الزيتا في ام في الدلتا شنو؟ تي في الدلتا تي. زين واحد يقول لي استاذ هي الزيتا ما نعطينا اياها، او العفو الحراره النوعيه ما نعطينا اياها، طالبها. اقول له اسكت. انا قايل لك اذا اعطى او طلبت الحراره النوعيه بالسؤال، اذا انطاني اياها او طلبها
بالسؤال استعمل قانون الصمت اللي هو شو يقول؟ 205 جول الحرارة اللي هو قال لي عليها 205 جول تساوي لنا الزيتا احنا نريدها في الكتلة. ايش قد؟ الكتلة احنا قلنا تقاس بالغرام، عرفناها من الغرام، هو قايل لي كتلتها 10 غرام. بقت عندنا الدلتا تي، نجي نطلعها على صفحة، نطلعها على صفحة حتى يصير الامر واضح. عندنا دلتا تي تساوي لنا تي اف ناقصا تي اي. تي اف دائما واقع بعد كلمة الى اللي هي 45 سيليزي بهذا السؤال. 45 ناقصا ايش قد؟ 25 ويساوي لنا 20 سيليزي. نقول ما نعرفها، 5 تروح 5 0، 4 تروح 2 2 في 20 في 20 في 20. زيتا تساوي او ما نريد نختصرها عليك حتى لا تدخ بيها، نبسط 205 تساوي الزيتا احنا اللي نريدها من بعدها مجهوله في 10 في 20 200 مبينه 10 مرات 20 200 او 20 مره 10 200 حتى ما يحتاج تضربها على صفحه 200. تمام؟ اذا الزيتا تساوي هسه هنا الزيتا مين تساوي؟ ايش تساوي لنا؟ احنا استونا قلنا البعيد على القريب او قلنا المضروب بالمجهول يغرق، ينزل جوا مستوى سطح المي. هذا مستوى سطح المي على 200 هنا اللي فوق شكو 205. تعال نقسمن قسمة طويلة. الفوق وين يصير؟ جوا. دائما بالقسمة الطويلة الفوق يصير جوا 205. تمام؟ تقسيم ايش قد؟ عفوا 205 بيش كم؟ 200 واحد في هاي الهوسة نجر خط ننقص 5 0 2 هاي همين 0. 5 بيش كم؟ 200 ما بيها، اضيف فارزة وش اضيف 0. 50 بيش كم؟ 200 هم ما بيها. تمام؟ اضيف 0 والنوبة هنا اضيف 0. 500 بيش كم؟ 200 بيها 2. مو تمام؟ 500,000 بيش كم؟ 200,000 بيها مرتين والزود 100 لكم. 2 في 0 0، 2 في 0 هم 0، 2 في 2 4. هنا ما نحتاج نصفارة بعد. هنا 5 0 يروح 0 0 0 يروح 0 0 0 0. 5 تروح 4 1. 100 بيها كم؟ 200 ما بيها، اضيف لها 0. هنا هم ما صعد 0، لا ما صعد 0. ألف بيها كم؟ 200 5. كلش كافي 3 مراتب ورا الفارزة. اذا الزيتا تساوي 1 فارزة 0 2 5. 1 فارزة 2 5. ما انسى الوحدات، اذا حافظها من التعريف خير على خير، واذا ما حافظها من التعريف تعال نبوكها انا وياك. شلون نبوكها استاذ؟ شوف احنا من قسمنا ايش قسمنا؟ هاي مو كانت كيو، مو باو هنا تعال هاي عفا على صفحة هذا الحل مالتنا. تعال هنا خلينا نبوق الوحدات، خاف تنساها بالامتحان لا سامح الله. شوف هو مو عندنا القانون كيو يساوي الزيتا في ام في دلتا تي، مو تمام؟ احنا الزيتا احنا نريدها خلينا نشوف نشتغل بس وحدات. يساوي شوف الوحدات مالتها هسه كلية ان شاء الله على المكان شو اطلعها. هاي الكيو هو ناطيني اياها بالسؤال، ايش قد ناطيني اياها؟ ناطيني اياها بها وحده بوحدات الجول. تمام؟
الكتله وين اعطيني اياها بالسؤال؟ الكتله هي نعطيني اياها بالسؤال، احنا مو هذا اللي نريده. المضروب بالمجهول وين نزلن جوا معلوماته. الكتله وين اعطيني اياها بالسؤال؟ ايش قد؟ اغرام. شنو وحداتها؟ اغرام. في شنو؟ في الدلتاتي شنو وحداتها؟ هم سيليزي. سيليزي. اذا الوحدات جول على جرام، جول على جرام في سيليزي. شفت منين جايه؟ لان هاي ال 200 جايه من ضرب شنو باوع؟ من ضرب الكتله في الدلتاتي. الكتله شنو الرمز مالتها؟ العفو الوحدات مالتها غرام. الدلتاتي سيليزي. زين هاي منين جايه؟ اللي فوق جول، اللي فوق 205 هي شنو؟ جول. اذا صارت الوحده جول على جرام في سيليزي. هذا السؤال متكرر مرتين بالوزاري، سؤال تافه جدا بسيط. طالب من عندي السعة الحراري، الحرارة النوعية العفو، ونعطيني كافة المعطيات، كافة معطيات السؤال، لا متعبني بواحد يسره ولا متعبني بواحد يمنه. فإذا هذا من الأسئلة المهمة والمرشحة. نشوفكم بالسؤال الثالث. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء بسؤال آخر من أسئلة الحرارة. عندنا سؤال يقول لك قطعة من الفضة كتلتها، نعطيني كتلة، كل شغلنا بالكتلة. قلت لك كتلة، قلت لك لا تروحوا يا ماما، قلت لك كتلة. قطعة من الفضة كتلتها 350 غرام، تساوي 360 غرام. شلون عرفتها كتلة؟ هو قايل لي كتلة، شنو هالمعلومة الغريبة؟ وإذا ما قال لي كتلة أعرفها من بيش؟ من الغرام. وسعتها الحرارية نعطيني سي، وسعتها الحرارية نعطيني شنو؟ السي. تساوي ايش قد تساوي؟ 86 اللي هي جول على سيليزي. احسب الحرارة النوعية. والتقن الحرارة النوعية والتقت السعة الحرارية، اذا صار بيناتهم سم. من يلتقن ذني يصير بيناتهم سم. اغمض واقول استعمل قانون السم. ماكو لا دلتاتي ولا هاي الهوسة. قلت لك عندنا ملاحظة، احنا عندنا 3 قوانين، اما قانون الصمت او قانون كيو يساوي لنا سي في دلتاتي او قانون السم. شو وقت استعمل قانون السم؟ اذا وجد السعة الحرارية والحرارة النوعية بسؤال واحد، سواء كان وحدة من عندهن مطلوبة ووحدة مجهولة او اثنينات المعلومات ورايد مني كتلة. اذا السي تساوي زيتا في ام، الزيتا في ام. السي نعطينا اياها ايش قد؟ 86 ويساوي الزيتا هي اللي مجهوله، في الكتله نعطينا اياها ايش قد؟ 360. الزيتا تساوي، احنا ايش قلنا؟ المضروب بالمجهول وين ينزل؟ ينزل لي جوا او يغرق، يروح تحت سطح الماء. 360 ليش قلنا يغرق؟ لان مضروب بالمجهول، هذا المجهول فالثقل ينزل تحت سطح الماء. 360 اللي فوق ايش عندنا؟ 86. رياضيات بعد انتهت الكيمياء مالتنا، دخلت بالرياضيات. خلينا نجي نقسمها. شوف الفوق يصير جوا 86 والجوا وين يصير؟ يصير فوق 360 بيها 86 بيها كم؟ 360 ما بيها، اضيف صفر واضيف فارزه، وهنا شو تصير لي؟ تصير 860 بيها كم؟ 360 بيها تقريبا 2 في صفر 2 في 6 12 2 و1 باليد، 2 في 3 6 و1 باليد 7. اجي اطرح 0 4 1 مو تمام؟ تمام. هنا 140 بيها كم؟ 360 ما بيها، اذا شو نضيف؟ نضيف صفر، يصير 1400 تقسيم 360. اعتقد بيها 3 بيها 4 4 في صفر. خلينا نجي نشوفها من نتحقق. 4 في صفر 4 في 6 ايش قد؟ 4 في 6
12 24 4 و2 باليد 4 في 3 4 في 3 12 تمام و2 باليد يصير عندي 14. اذا انت 1440 شويه لي فوق شويه لي فوق من عنده. اذا هي بيها 4 بس شويه اكثر بالتقريب راح يبقى عندك يستمر. تقدر تكتبها الزيتا تساوي 0.24 او تاخذ 3 تاخذ هنا 3 في هذه راح تبقى تستمر عندك الحالة. احنا قلنا قانون الزيتا او العفو الوحدات مال الزيتا جول على جرام في سيليزي وكان الله يحب المحسنين. هاي بالنسبة لهذا القانون يجمع الكتلة العفو يجمع الحرارة النوعية بالسعة الحرارية. هذا تقريبا السؤال الوحيد اللي ما جاي بالوزاري لحد الآن. ممكن يجيكم هو من الأسئلة البسيطة والأسئلة السهلة والحلوة جدا. شلون عرفته؟ شلون استعملت قانون السم؟ استعملت قانون السم لأن موجودة سعة حرارية وحرارة نوعية. إن شاء الله نلتقيكم بالسؤال الآخر.